تحياتي لكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما كتشوفوا الموضوع ديال اليوم غنهضروا على الاحداث اللي واقعه في فرنسا، وبهذه المناسبه كنقدم التعازي للاسره ديال هذا المرحوم وكل خوتنا الجزائريين وكل التضامن مع خوتنا الجزائريين ومع العائله ديال المرحوم. وراه خونا كما كان الحال، راه خونا، راه حنا مغاربيين كاملين، وراه الجاليه المغاربيه كامله تقاصت بهذا المشكل اللي وقع. وكما كتعرفوا الخوت اليوم تزاد الحال، كثر كبر الفيلم بزاف، لان واخا زادوا في الامن وزادوا هذاك زادت كبر الموضوع، كبر بزاف بحال بغيت تقول داك الربيع العربي تحول لفرنسا وترونت. وكما كتعرفوا خوكم ضروري كيدير اتصالات ديالو ودرت التحريات ديالي. واول حاجه غنبداو في هذا الموضوع هو خصنا نعرفوا هذا البوليسي شكون هو. منين بزاف ديال الروايات كيقول لك لا حكا راه عادي راه حكا هادي، دابا غادي نعرفوا البوليسي شكون من عند واحد الاخ جزائري. قول لنا خونا شكون. اول حاجه نبداو نعرفوا شكون هو البوليس اللي دار هذه الجريمه. الشرطي اسمه فلوريان ام، من مواليد 1985، يعني في عمره 38 سنه. هو بريغادي او اونسيان ميليتير، يعني ماهوش جديد في الدومين، كان ميليتير من قبل. ودابري واش عندي معلومات ولكن ماشي مؤكده 100%، راح نزيد نقرعج عليها، انه كان من الجماعه اللي بعثوهم لافغانستان. هذه من بعد نقرعجوا عليها. راه في البوست هذا اللي يخدم فيه عنده عام فيه، يعني تاع لي موطار. خرج اليوم المحامي تاعو اللي اسمه لوران فرانك، قال انه الموكل تاعي يعني الشرطي هذايا فلوريان ما راهوش مليح، ما راهوش مصدق وراهو في الشوك. يعني البوليسي اللي داروه في الشوك ومالين الطفل كيف حكايتهم. حتى العائله ديالو راه باش يضم راسها صاحبي، راه الام ديالها راه قال لك عندها هو مسكينه، راه قال لك راه مابقاش متبته كاع، راه صافي ولات ترونات ديال بصح. وثانيا الخوت ظهرت حقائق جديده، داكشي علاش اليوم دخلت بعضها ترونات الوقت، لان الدري راه ما كانش بوحده في الطوموبيل والضرب مع البوليسي قبل ما يتيري فيه، راه ضربوا وخرجوا. دابا واحد من صحابه اللي كان معاه لاه واحد الاوديو، غنسمعوا معايا الاوديو. Le policier est venu à demander à Naël de baisser la fenêtre, ce qu'il a fait Naël. Il a baissé la fenêtre. Et il lui a dit coupe le moteur ou je te foute. Il lui a mis un premier coup de crosse. Ensuite, le deuxième arrivé, il lui a aussi mis un coup de crosse et s'est placé au niveau du tapis. La voiture, c'est une moto-auto. La voiture n'était pas sur le parking. Au moment où il a reçu le troisième coup de crosse, son pied a lâché la pédale de frein et la voiture a avancé. Et le second policier qui était au niveau du pare-brise a tiré. فهمتوا البلان دابا كيفاش اخوتي؟ دابا هو راه قال لك ضربوا بالقبضه ديال الفردي قبل ما يتيري فيه، راه تدوخوا عاد تيري فيه. ولكن انا ما غنسكتش، انا غنعيط لهذاك البريزيدو ديالهم هذاك سميتو ماكرو ياك الخوت. السي ماكرو انت علاش ما كتجاوبش؟ علاش تقول لي كيفاش هذا البلان هذا واقع؟ ترى المتابعين ديالي بغاوك تشرح لهم صح كيفاش، وتا انا غنترجم. معقول تقول شي حاجه نقول انا غنترجم لهم، معقول واخا هما نتوما كيفهموا الفرنسي صح. تا دوي قول لي شي حاجه. إنه يقول لقد فهمت الجميع، أنا فهمتكم. القرطاس لا مبرر له، وهذا ما كيعنيش أنا ما كنتحملش المسؤولية ديالي، ولكن هذاك البوليسي ما تشاورش معايا وطلع ولد الحرام، غدرني ويخرج لي على الخدمة ديالي، وأنا مستعد نتنحى من المنصب ديالي، ولكن صبروا عليا تتسالي الولايه ديالي. لا بغيتو ما بغيتوش انا تنعتذر مره ثانيه من الشعوب المغاربيه، ومن هذا المنبر كنقول لكم بانكم نتوما ما بقيتوش على قديديه. الشعوب المغاربيه تقوات عليا. واش ظهر لكم الخوت؟ صافي نسمحوا ليه شي ولا بغى يبكي صح، كيطلب كيزوق، ولكن غير يسلم معايا انايا هما الجزائر. عرفتي شنو؟ والو ما سكتوش ليه. داروا ديك وزاره الخارجيه ديالهم دارت واحد البيان، الهربه ايديسيون ناري غادي يهرب ليكم مع شوفوا هذا البيان. خالص تعازيها للأسرة الفقيد، وتؤكد لها أن الجميع في بلدنا يشاطرها بشكل واسع حزنها وألمها. يعني كامل الجزائريين راهم واقفين معهم حاسين بالحكاية هذه. زادوا في الباراغراف الثالث إن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل من منطلق حرصها على الهدوء والأمن الذين يجب أن يتمتع بهما مواطنون في بلد الاستقبال الذي يقيمون به. الدراري فهمتوا شي حاجة في البيان هذا؟ أنا والله ما فهمت حاجة، أنت ما فهمت والو، جملة مفيدة ما فيش. ولكن أنا عندي واحد القضية مني كنقشع والو في هادشي، عادي أنايا المستشار ديالي
واحد خينق جزائري هو الوحيد اللي كيعرف ليهم هاد الجزائريات، هو جزائري كيعرف الجزائريين. ملي كنتلف كنمشي عنده انا نعيط ليه دابا اخ امير دي زاد اشرح لي خد البيان راه ما فهمتوش، الله يرحم لك الوالدين انت اللي عندك مع هادشي، اشرح لي. هذه اللي وقعت هنا جريمه واللي وقعت عليه جريمه، فما تغطيش جريمه بجريمه. وانت لا امير صاحبي تينا جريمه كتهضر عليها، واش كاين شي جريمه اخرى عاوتاني؟ انا كنهضر لك على الجريمه ديال فرنسا صاحبي، تينا جريمه كتهضر عليها انت. بلا ما نتكلموا على خونا جمال بن اسماعيل ربي يرحمه ويوسع عليه، وما هذيك قضيه جمال بن اسماعيل كاع قالت لهم رقدوا وانا نغطيكم. وانت لا امير صاحبي دابا انا راه عيطت لك باش تهضر لي على هذه ديال فرنسا، هضر لي على الجريمه ديال فرنسا، شنو الراي ديالك انت فيها؟ قول لي كيفاش البلان، علاش ما دويتيش عليها انت؟ اشرح لينا خويا. دوك انت تجي تدخل في هذه القضيه، تخرج لك يماه وتقول لك ما تدخلش روحك، ولا واش دخلك، ولا باغي تسيس لي القضيه تاعي، ولا تحيا عمي تبون، ولا تحيا عمي فلان، ولا تحيا مش عارف الاخر. نهار اللي تقول لك يماه تخرج وتقول لك امير هضر لي في قضيتي كيما خرجوا العديد اللي قال لك امير هضر في القضيه، نهضر لك في هذه القضيه من الاخر. والقضيه راهي باينه، السيد رفدوه داوه البوليسيه راه في الدكه ديريكت وداروا له قتل عمدي ديريكت، ما قالكش باللي ما شافهاش ولا مشي بالعاني ولا غلط ولا مانيش عارف انا، ما قالكش هذا الشيء، جابوها لك من الاخر، داروا له باللي القتل عمدي ديريكت وحطوه في السجن. ناس بوليسيه عندنا في بلادنا قتلوا زواوله وراهم يتشوكروا، وبالمناسبه البوصبع والقوادين قاعدوا يتضامنوا مع البوليسيه، ما تضامنوش مع عائلات الناس اللي اتقتلوا. انا معاك في هذه القضيه خا امير، والله خاطر معاك وبصح كلامك والله حتى بصح، ولكن راه كاين واحد المشكل دابا، هذه بلاد وديك بلاد وعليك تنادي والمهم دابا المشكل انت ديك راه صاحبي فرق كبير ما بين التفاح والرمان، انت تقرا ليات لي معنا. دابا المشكل اللي كاين هو قال لك قتل امرئ في غابه جريمه لا تغتفر، وقتل شعب بكامله مساله فيها نظر. فهمني؟ دابا هما كتقتل لهم واحد راه مشكله كبيره، وحنا واخا تقتل شعب كامل ولاتي تا نفكر، هذا هو المشكل. ولكن زيد طربني والله الا كيعجبني انايا كي عندهم على القاصح. وما كاش حاجه اللي تتيح لك قتل البشر لا في الديانات ولا في اي شيء. اما في بلادنا خرجوا بوصبع يضامنوا مع البوليسي. قضيه جمال بن اسماعيل العالم شاف واحد من الدياراس وواحد بوليسي اللي اكزيكيتاو لوبيراسيون تاع جمال بن اسماعيل. في من مسحوها في زواوله قبايل، مسحوها في ناس الاربعه ثلاثه، مع ان كامل الناس شافت ديريكت ليماج كلارينات اقوى جريمه في الكره الارضيه. خويا الله يرحم خونا جمال بن اسماعيل مسكين، عقلت عليه هذاك الدري اللي كان خرج مسكين في ايام ملي كانت شعلات العافيه الخوت في القبيل، وهو مشى تا هو يوتيوبر هذاك الدري، مشى مسكين باغي يصور داك الشيء ويشعلوا فيه العافيه حرقوه، وهو قال لك حرقوه البوليس تاعهم ديال الجزائر والو. ما لقاوش حق اللي قتلوا. كيفاش البلان؟ كيفاش هذاك البلان ديالو؟ اشرح لينا تا هو كيفاش، واش ما لقاوش اللي قتلوا ولا؟ الجدرميه اللي قتل ماسيني سقرمح تحاسب، الجدرمي اللي قتل ماسيني سقرمح تحاسب، اللي قتل 127 قبايلي تحاسب، توفيق اللي قتل 4 مليون جزائري تحاسب، نزار اللي قتل 4 مليون جزائري تحاسب، جبار مهنا اللي قتل لي موان تاع بحيرين واللي قتل مئات الالاف من الجزائريين تحاسب. ثاني صاحبي امير غتقول غادي مصيفطنا للحبس صاحبي، انت كتقصح بزاف، حنا قلنا نقصح شويه ماشي بزاف، ولكن حق الدراري انا ما محسوبش عليهم ياك، انا ما يشدونيش للحبس. دابا هو كيعرف هادو اللي التسميات كتعرفوهم شنو هما تا هما بعدا، واش هادو بوليس ولا جدارمي اللي كيذكر جمال مهنا خالد نزار وتوفيق مدين تا هو جدارم ولا شنو؟ عطي لدين امهم عطيهم صافي عطيهم، ياك انا ما محسوبش عليهم الدراري، انا منتشد موال، انا مغربي انا، عطي لدين امهم عطيهم امير قتلوا بنادم بزاف كاين عطيهم اخا انا معاك. اما هذا البوليسي رفدوه وقاسوا له جد باباه في الدكه ديريكت، رفدوه وقاسوا له جد باباه ديريكت في الدكه، روح بها طويله من الاخر. صح حنا نبغوا ديك الموسيقى والعاطفه والدنيا وقاعدين زايدين زعما يحوسوا يباصوا مساكن الحراقه ودير لهم باللي برافو عليكم الحراقه راكم حركتوا ودرتوا، زعما يحوسوا يدمروهم يباصوهم. الحراقه ما عندهم لا نقه ولا جمال مساكن، ما عندهمش قاعد دخل في هذه القضيه.
بركم قاعدين يتباصوا في ولاد الزواوله ومن بعد يبدوا يرفدوا فيهم، يبدوا يقيسوا فيهم في البلاد. ما عندهمش علاقه مساكين نهائيا، قاعدين زعما تحوسوا تدمروهم في قضيه ما عندهمش فيها ناقه ولا جمل، وكانكم تصوروا باللي الحراقه هما اللي يحرقوه، هما اللي داروا حرق عليهم، عايشين في الاوروب راهم عارفين شاكاين وعارفين ما كاش. الدراري واحد القضيه وحق الله العظيم، جزائريين بغيتوا الجزائر تزيد قدام ديروا الدري هو البريزيدون، والله تذكي شي الدري لاحظتوش الخوت لاح واحد الباس واعر يفهموها المريقلين. دابا هما واعرين، هما لعبوا دابا كاينين دابا دوك الدراري المعارضين واللي كيكونوا في الحراك كلهم دايرين اللجوء في فرنسا، ودابا هما الجزائر طلقوا داك الذباب بداو كيطلقوا في زعما يخرجوا هاد الدراري المعارضين يهضروا على هاد القضيه باش يتصادموا مع الحكومه الفرنسيه وتسلمهم للجزائر بالبارودي. هو هذا عايق بهم، شتي كيفاش كيطفي بالعافيه، واعر الدري هذا ذكي والله تذكي. هذا هو اللي خصو يكون بريزيدون ديال الجزائر. جيب لينا عبد المجيد طبونه، فين عمرك شي عبد المجيد طبونه غيطفروا معاه؟ ترى لنا شي واحد اخر، ترى لنا واحد الواحد تا هو واعر تا هو فاهم كبير. السياسة يقوم بها النظام الفرنسي سياسة تهميش الفرنسيين ذو الأصول المغاربية والإفريقية. لما تسكن الناس في ضواحي العاصمة ما يسمى بالبونليو، وبونليو يعني سي لو باني. اي نعم، بونليو جا من باني، انك هذاك تهمشوا تخرجوا اللي باني لا صوت. كاين اخا هشام، ولكن راه ما فهمتش كيفاش الهامش والتهميش، شرح لينا مزيان الله يحفظك، وضح لينا باش الناس يفهموا. لهاد البونليو هذه فيها تراكمات حرمان، وهذا اللي يخلي مثلا العنف يعشش فيها. وعلاش ذاك العنف؟ انتقام. مثلا الاسلامويين يجيو من هي يركريتيو، وعلاش؟ لانه للكثير من الشباب تاع ضواحي الاسلام بالنسبه لهم هو اللي يعطيهم يميزهم على الفرنسيين، حتى وهم كانوا فرنسيين ولكن كانوا فرنسيين اصليين. وكما كتشوفوا الخوت مره اخرى كل التضامن مع اسره الضحيه وكل التضامن مع الشعب الجزائري، ونقولوا لهم الخوت راه حنايا خاوه وراه بدينا كاملين وغنبقاو كاملين وحنا راه يد وحده ورحنا شعب واحد. وهذا الفيديو الخوت راه ما كان نحاولوا نقصوا حتى من شي واحد، راه في نطاق المستملحات وكنبغيو نوصلوا للناس بطريقه بسيطه. ولذلك الخوت احنا شعب واحد وراه ما عندناش فرق ما بين المغربي والجزائري، وراه حنا كما نقولوا في الهوا سوا. ولذلك الخوت اللي بقات لهنايا وما مشتركش يدير اشتراك، ديروا لنا لايك، خلوا لنا كومونتير، وتحياتي لكم وصلوا لي في راسكم.